السلام عليكم. النهارده انا حبيت اتكلم عن نقطه مهمه جدا، وهي الاسئله اللي بتجيلي كتير. يعني انا كتير من العملاء بيكلموني على مدار اليوم ياخد رايي في عرض معروض عليه في العاصمه الاداريه الجديده، يا اما حاجه هو اشتراها خلاص، او حاجه حجزها، او حاجه لسه معروض عليه وبيفكر ان هو يحجز او يشتري، او عموما ياخد رايي ان هو يعني عايز يشتري في العاصمه الاداريه الجديده، يشتري ولا لا، ويشتري فين. فانا حبيت ان انا في الفيديو ده اوضح النقط. انت يعني انا دوري ايه معاك، إيه اللي انا اقدر اساعدك فيه واقدر اقدمه لك، وازاي ممكن نعمل ده، وايه اللي انا بحتاجه منك عشان اساعدك وانت بتشتري في العاصمه الاداريه الجديده. اول نوع هتكلم عليه هو اللي بيكلمني وهو خلاص مشتري. طبعا انا عارف ان كل اللي اشترى بيبقى عايز يطمن ان اللي انا اشتريته ده حاجه كويسه، انا ما عنديش مشاكل. بس الفكره هنا ان لو انت اشتريت فخلاص حاول ترضى باللي انت اشتريته، واستنى لغايه ما تستلم. حاول انك تشغله، حاول انك تأجر، حاول انك تبيع، سواء هو كويس وحش خلاص انت اشتريت. فانت لو انا كلمتني وقلت لك هو وحش هتعمل ايه؟ اكيد مش هتروح الشركه ويفسخوا لك العقد وتخسر 10%. لو كلمت غيري وقال ممكن تلاقيه يقول لك لا ده وحش، وخلي الشركه تفسخ لك وتعالى انا اجيب لك مشروع تاني. وده انا شفته مع عملاء كتير يبقوا مشتريين حاجات كويسه وحاجات مميزه، ويسال واحد يقول له لا دي وحشه، رجعها للشركه واخسر ال 10% وتعالى اشتري لك حاجه تاني. فيفضل ان بلاش تعمل ده. انت اشتريت حاجه وخلاص هو كان نصيبك فيها، اصبر لغايه ما تستلم، واسعى بعد كده انك تشغلها، وكده كده كله هيشتغل. احنا اللي بنسعى فيه دلوقتي مش فكره هشتغل ولا لا، فكره انا اللي يديني استثمار اعلى واللي يديني مكسب اكبر. فبالتالي انا اي حاجه هشتريها في العاصمه هي كسبانه. بس في ممكن احط 2 مليون في مكان يكسبني 10000 جنيه في الشهر، واحط نفس ال 2 مليون في مكان يكسبني 30 40 الف جنيه في الشهر. فده اللي احنا بندور عليه، ان انا اخد اعلى مكسب. لكن كخساره ان شاء الله مش هتلاقي حاجه تخسرك غير بقى العروض الوهميه اللي هي ايجار الزامي، تفويض بالايجار، وانا مأجر لك من اول يوم، ونظام الاسهم. دي الحاجات اللي بصراحه هي اللي ممكن يبقى فيها خساره. لكن لو اشتريت عقار وحده وتقدر تدفع ثمنها وتقدر تسددها، ان شاء الله هتقدر تشتغل، وان شاء الله هتقدر تكسب من وراها. نيجي بقى للنقطه الثانيه. لو انت مثلا لسه بتشتري جديد، او قصادك عروض كتيره انت مشتت منها، او ناوي في مشروع معين ناوي تحجز فيه وعايز تاخد رأي في المشروع اللي اتعرض عليك ده، انا دوري ايه معاك في النقطة دي؟ والله لو انت جاي لي بمشروع وبتقول لي المشروع ده عاجبني وانا حاجز مع الناس دي كويسه ولا وحشه، فانا هديك رايي بكل امانه. لو هم كويسين هقول لك الناس كويسه، توكل على الله وتمم التعاقد بتاعك. لو لا، لو في مشكله كبيره هقول لك لا الغي خالص، الناس دي وحشه، عندهم المشكله الفلانيه، سواء بقى في حاجات قانونيه، في العقود، في الاسعار، في انظمه السداد، في نسب التحميل، في الرسم الهندسي، في اللوكيشن بتاع المشروع. اي مشكله فعلا هتاثر عليك هقول لك في المشكله الفلانيه فبلاش الشركه دي. لكن لو هو الناس ممكن يبقوا كويسين في كل حاجه، بس في عرض استثماري احسن منهم. يعني ممكن مثلا تبقى رايح تشتري مكتب في الداون تاون ب 3 مليون واخد مساحه 60 متر، ممكن تلاقي ان في نفس اللوكيشن ونفس التميز، بدل ما بتاخد 60 متر بتاخد 80 عند شركه تانية. فساعتها هقول لك ده، هقول لك والله الشركه اللي انت معاها كويسه، بس في شركه او في عرض استثماري احسن منهم في المكان الفلاني، وبيبقى ليك حريه الاختيار. حابب تشوف الاوفر ده ونتكلم عليه بنعمل ده، مش حابب خلاص بقول لك اتوكل على الله، وبوضح لك لو الشركه كويسه فعلا ولا لا. طيب انا ليه بوضح النقط دي؟ لان في ناس انا بحس ان هي بتزعل مني لما مثلا يبقى جاي لي بمشروع واقول له لا المشروع ده مش كويس، او جاي بيكلمني على منطقه ويقول لي ده الناس قالوا لي دي احسن منطقه موجوده في العاصمه، واقول له لا دي منطقه عاديه مش احسن منطقه ولا حاجه. فبالتالي انا هنا دوري معاك ان انا بوضح لك. الطبيعي انت رجعت لي عشان انت شايف ان انا عندي جزء من الخبره كويس في المدينه دي، في العاصمه الاداريه الجديده. فلما اقول لك رايي، هو رايي انا بديهولك بكل شفافيه وبكل امانه. لو حاجه كويسه هقول لك عليها كويسه، لو حاجه متوسطه هقول لك، لو انا نفسي اللي بعرض عليك مشروع والمشروع ده متوسط في التميز هتلاقيني هقول لك الموقع هنا وسط في التميز، مش احسن حاجه بس هو مقبول مقارنه بالسعر بتاعه، وهكذا. فانت وانت بتاخد رايي يكون ان انا اقول لك الحاجه دي وحشه، انا ما بقولكش ده عشان مثلا اخليك ما تشتريش، لا انا بقول لك عشان انا خايف على مصلحتك. انت خدت رايي وامنتني امانه، فانا لازم اكون قدها. لان في الاخر انا هدفي نقطتين: اول حاجه ان انا اساعدك وده الهدف الاساسي، تاني حاجه ان انا اكيد اشتغل ويبقى ليا اسم في السوق، واقدر ان انا احقق بيعات مع شركات محترمه واساعد العملاء اللي بيشتغلوا عن طريقي.
طيب ده يحصل ازاي وازاي ممكن اساعدك؟ دي بقى النقط المهمه. يعني انا ممكن اوضح لك انا ايه اللي انا ممكن اساعدك فيه لو انت لسه بتشتري جديد في العاصمه الاداريه الجديده. اول نقطه، انا ان شاء الله هتلاقي عندي الخبره الكويسه جدا جدا بالعاصمه الاداريه الجديده، عارف العاصمه كلها بالمناطق بالمشاريع بالشركات، المميزات والعيوب بتاع كل منطقه وبتاع كل شركه وكل مشروع. لو في شركات وحشه ونبعد عنها، لو في عروض وهميه نبعد عنها. بحدد لك احسن عروض موجوده في السوق، فدي ميزه كويسه جدا هتلاقيها وانت شغال معايا. تاني ميزه هتلاقيها ان انا هوفر عليك مجهود كبير جدا. هوفر عليك مجهود ازاي؟ ان انت بدل ما تلف على 10 15 شركه عشان تجيب العروض بتاعتها، لا انا عندي كل العروض دي وهقدر اعمل لك مقارنه مدروسه ما بينهم. هقدر احدد لك احسنهم كار او اي، احسنهم كقيمه مقابل سعر، احسنهم كمستوى وكفرصه استثماريه. ثالث ميزه ان انا بعد ما نستقر على المنطقه والشركه والمشروع هكون معاك بقى في مرحله التفاوض، ان انا اجيب لك احسن سعر، ان انا اجيب لك افضل نظام سداد، وهكون موجود معاك في التفاوض ده انا وتيم المبيعات، سواء في النقط القانونيه او في النقط البيعيه. رابع ميزه ودي المهمه جدا، النقط القانونيه في اي شركه احنا بنشتري فيها. انا هكون معاك في القانونيات وفي العقود، هوضح لك الاجراءات القانونيه وازاي بنراجع ورق الشركه، هوضح لك العقود والبنود بتاعتها عشان لو في اي بند خفي ممكن يضرك في المستقبل. هبقى معاك في اجراءات التعاقد لو حصل اي مشكله لا قدر الله في التحويلات، في السداد، في حسابات الشركه، في الكلام ده كله. فالنقط القانونيه هتبقى ان شاء الله بسيطه جدا وهقدر ان انا اكون معاك فيها، ودي من اهم النقط في العمليه البيعيه. خامس ميزه ان واحنا شغالين مع بعض هقدر احدد لك حسب البادجت بتاعك ايه احسن نوع استثمار تروح له. هل نروح للتجاري ولا الاداري ولا الطبي ولا السكني؟ يعني الموضوع مش بس ان انا بعرض عليك وحدات مميزه وخلاص، لا انا بقول لك كمان لو في نوع استثمار ممكن يبقى احسن ليك هتلاقيني دايما برشحه لك. سادس نقطه ان انا التعامل بيني وبينك ان شاء الله تعامل مستمر. يعني احنا بنشتغل مع بعض لغايه ما نتمم الديل. هتلاقي ناس كتير مجرد ما انت اشتريت معاه خلاص هو اختفى وما بقاش فيه اي تعامل بينك وبينه. هتلاقيني موجود معاك انا وخدمه العملاء او فريق المبيعات اللي موجودين معايا، هتواصل معاك لو حصل لا قدر الله اي مشكله مع الشركه، اي تاخير في قسط، اي حاجه عايزنا نساعدك فيها جوه الشركه اللي اشتريت منها، هتلاقينا موجودين لغايه ما تستلم وحدتك. في اجراءات الاستلام لو عايزنا معاك هنكون موجودين، لغايه ما حبيت تعمل ريسيل هبقى موجود معاك، حبيت تاجر اكيد هساعدك في نقطه زي دي. فالعلاقه المستمره دي اكيد هتفيدك، لان في الاخر انا متابع لك السوق، متابع لك الابديت بتاعه، وهعرفك امتى تقدر تكسب وازاي. طيب انا عشان اساعدك ايه اللي انا محتاجه منك عشان اقدر ان انا اوصلك لعقارك الجديد؟ الموضوع بسيط. يعني انا كل اللي بحتاجه منك نقطتين. اول حاجه انك تعرفني ايه هدفك من العقار اللي بتشتريه. عايز عقار سكني عشان تسكن فيه؟ خلاص ده واضح. عايز عقار استثماري؟ طب استثماري ده انت اللي هتشتغل في المكان ولا انت عايز تأجره؟ بعد ما بعرف الهدف بتاعك بنقدر نحدد نوع الاستثمار العقاري اللي احنا هندخله. النقطة التانية اللي بحتاج اعرفها منك البادجت بتاعنا كام. ونقطة البادجت دي مهمة جدا لان بناء عليها بنحدد الاستثمار بتاعنا هيكون فين، المنطقة، المشروع، التميز اللي هنقدر نوصل له. وبعد كده ببدأ انا وتيم المبيعات عندي نشتغل معاك على الموضوع ونوصلك فعلا لاحسن عقار موجود واحسن عروض موجودة في السوق في الفترة دي. طبعا واحنا شغالين سوا انا بحب جدا اوضح للعملاء اللي بتشتغل معايا لازم تبقى متقبل ان السوق فيه نسبة معلومات غلط كتيرة جدا. يعني يكاد يكون اكتر من 70-80% من المعلومات اللي هتسمعها من السيلز او المسوقين العقاريين او سيلز المطور نفسهم، 70-80% منها هي معلومات غلط او عروض وهمية انا ما بحبش اشتغل معاها. فلازم وانت شغال معايا تبقى متقبل ده، ان احنا شغالين مع بعض. ممكن تلاقيني بقول لك لا تعالى لا ابدا اشرح لك الموضوع من اول وجديد، نبدا من اول وجديد وافهمك الاستثمار العقاري بيكون ازاي، افهمك العاصمه المميز فيها فعلا بيبقى فين، سواء اداري او تجاري او طبي او سكني. فدايما واحنا شغالين سوا احنا بديك المعلومه وبتلاقيني ان انا مش بقول لك خد العرض ده مميز واشتري وخلاص. لا انا لو هدي لك مكان او مشروع لازم هفهمك هو مميز ليه، لو هبعدك عن مكان لازم هفهمك احنا ليه بعدنا عنه. لو في عروض معينه انا مش شغال عليها بتبقى فعلا عروض وهميه ومفيش حاجه اسمها مكسب مضمون 100%. لا انا بدخلك وبعرفك ان انت داخل في استثمار طويل المدى، داخل في استثمار فيه نسبه مخاطره، داخل في استثمار لازم تستنى عليه شويه ويبقى معاك الامكانيات ان انت تدفع ثمنه. لكن حته ان انا اقول لك تعالى هات بس المليون جنيه اللي معاك وهتكسب خلاص واقعد في بيتك وانت مرتاح، لا الموضوع ما يمشيش كده. واي عروض من الشكل ده انا ما بشتغلش عليها وبنصح الناس ان هي تبعد عنها. فانا هدفي هنا ان انا اوصلك لعقار
هتتعب شويه عبال ما تختاره، هتتعب شويه في السداد بتاعه، بس في الاخر ان شاء الله هتكسب منه وهتبقى مبسوط بيه. فطبعا لو انت بتشتري في العاصمه الاداريه الجديده ومحتاج حد يكون معاك ويساعدك خطوه بخطوه في اختيار عقارك الجديد، يديلك الراي الصح والاستشاره المظبوطه، كلمني وهتلاقيني انا وفريق المبيعات معاك بنوصلك خطوه بخطوه لاستثمارك الامن.